السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي يوميات مع طبخ وحلويات. اليوم جبت لكم توست بمقادير مضبوطة ويجي خفيف وقطني. نروحوا للمقادير وطريقة التحضير. نهزو 2 كيسان حليب يكونوا دافيين، ما يكونش سخون، والكاس يهز 220 مليلتر. نديروا لهم مغرفة ونص، مغرفة تكون مغرفة كبيرة ونص خميرة العجين، نزيدو مغرفة سكر، نخلطوهم ونخليوها واحد ل5 دقايق ونوليو ليها. شوفي بعد ما خمرت وطلعت دوكا نكبو لها بيضة، نزيدو 2 مغارف زيت، مغرفة صغيرة ملح تكون معمرة، ونديرو 5 كيسان فرينة. الكاس اللي قسنا به اللي قلت لك يهز 220 مليلتر، نزيدو نقيسو به الفرينة ونديروه 5 كيسان. اللي قلت لك المقادير تاعو مقادير مضبوطة. نديرو باكي خميرة الحلويات ومغرفة كبيرة خل يزيد يخفف لنا العجينة، نحطوها في البيتخان تتعجن، وانتي كي تعجني بيدك نفس الشي، حطيها تريح، لميها حطيها تريح، ومن بعد عجنيها بالزبدة، ونديرو 2 مغارف معمرين كبار زبدة، تكون الزبدة طرية، ونخليوه في البيتخان يتعجن مليح. قد ما تعجنيه يجي خفيف. شوفي كيفاه راهو طري، وكي يقعد يريح ثاني حتى يخمر يحكم روحو. شوفي بعد ما هبطناه المرة الأولى ونزيدو نحطوه يزيد يخمر، هو اللي يخليه يجي خفيف. درنا له كل كيفاه يجي خفيف، وزدنا دوكا المرة الثانية. دوكا نبداو نخدموه باش نحطوه في الليمون اللي يطيب فيهم. انا قسمته على 2. انتي اذا المول تاعك صغير وعندك غير مول واحد، تقدري هذا الكاس ما تعمريهش يخرج لك 1. دوكا انا تعمرته خرج لي 2، كي عاد عندي 2. شوفي دوكا كيفاش درناه، هبطناه كل، قرصناه بالرولو ولميناه حربوش، سكرنا عليه مليح من التحت، وهذيك هي اللي نحطوها. شوفي المول دهنته بالزبدة وزدتلو الفرينة، دهنيه مليح، هذاك هو اللي يخليه الدهن هذاك اللي تدهنيه مليح يحمر لك على الجوانب كل تاع الطوست هذاك. نعاودو نديرو الثانية. شفتوها قلت لكم باللي خرجت لي 2. انتي اذا عاد المول تاعك صغير الكاس ما تملايهش. شوفي انا دوكا حطيناهم يخمروا، شوفي كيفاه خمروا مليح، شوفي كيفاش خرجوا. انتي كي يكون عندك برك مول واحد كي يكون قد هذا ديري نص الكاس هذاك اللي قست به الحليب، ديري نص، وكي يكون ما اكثر منه بشويه ديري الكاس ما يتعمرش. المهم المقادير تاعو مضبوطين. شوفي كيفاش جا خفيف ويجي مهوي، وكي تخرجيه من الفرن والفرن يكون ساخن مليح، كي تلوحيه وبعد تقلبيه للفرن واحد 10 دقايق هكذاك، روحي نقسيلو وخليه يطيب قد ما يخمر مليح، ونحطوه في فرن سخون مليح نخرجو النتيجة مليحة. شوفي كيفاش جا كي قصيناه وكيفاش هو مهوي وخفيف. شوفي كيفاه طلع، هذا كل كي خليناه طلع مليح، لازم تخليه يطلع مليح باش كي تلوحيه في الفرن. شوفي كيفاه جا قطني وجاي شهيتكم في الجنة، وشكرا. واللي ما اشتركتش في قناتي تشترك ليصلها كل جديد، ونتمنى تجربوا الوصفة وتشاركوني رأيكم في التعليقات، وشكرا.